الطعمية أكلة الأكيلة، بس النهاردة هنعمل الطعمية بتاعت ايجيبت، هنحشيها بسطرمة وكيري وهنعملها من أولها لآخرها، ومش هناكلها من بره تاني. وقت ما نعوز هنطلع ونحمر. بس إيه حدوتة، نجهز الحاجة ويلا وبينا. ما تنساش تعمل لايك وفولو وكده واكسبلور وتعمل لي كومنت وتدلعني زي ما بدلعك. جهز الحاجة ويلا بينا. كيس فول مدشوش منقوع قبلها ب8 ساعات او قبلها بيوم، يعني احنا لو عايزين نعملها الصبح هنحطها بالليل في ميه عشان تكون الحبايه طريه كده معانا. هنحطها في كبه وهنجيب بصل اخضر وكرات متقطع كده عشان كل ده هيتضرب في الخلاط. بعد كده هنجيب ورق الكزبره الخضراء، هنجيب الورق مش العيدان عشان العيدان ما بتتضربش معانا فهتضايقنا واحنا بناكل. هنحط بقى 3 فصوص توم وشويه ميه صغيرين قوي عشان يسهل لنا بس في الضرب. هنضرب كل ده وفي نص الضربه هنبدا نجيب معلقه بيكنج صودا او بيكنج باودر اللي موجود عندنا المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش له حاجه عندنا. انا حطيت بيكنج صودا هي اللي كانت موجوده عندنا، ضربتها ضربه اخيره. بصوا طلعت معانا بالشكل ده. بقول لكم ايه، حدوته كاننا شاريينها من بره. احنا كده عملنا الطعميه في البيت، سهله وبسيطه ومش مكلفه. انا ما اعرفش احنا ما بنعملهاش ليه. هنبدا نتبلها بفلفل وملح وكزبره ناشفه وشويه كمون، وبدل ما احنا تبلناها يبقى نشتغل. لو هي مضروبه زي ما احنا ضربناها ما رضيتش اتبلها عشان لو عايزين نشيلها في الفريزر، يعني شويه تفاصيل لو حابين نعملها ونخزنها تمام مفيش مشكله. هبدا بقى اجيب الطعميه بتاعتنا انا تبلتها وهي جاهزه، احطها كده في واحده كده وفي زيت سخن وهبدا اجرب اول تجربه. انا عايز اقول لكم ان انا اول مره اعمل الطعميه الصراحه في البيت، بس انا حبيت بقى انقل لكم تجربتي كده. فاول ما حطيتها ما فكتش مني ولا اي حاجه، فانا قلت انا كده ايه شكلي ماشي صح. جبت بقى قطع بسطرمه صغيره حطيتها في النص وبدات احط كفر تاني كده ايه زي الطعميه. وطبعا تخلي جنبكم بولة ميه عشان ايه ما تلزقش في ايديكم. عندي شويه سمسم وشويه كزبره ناشفه، والكزبره يا سلام لو مسخنه كده ومجروشه ومضروبه. فانا بدات بقى ايه احط كل ده في بعض، وحطيت الكيري وعملت كل ده. وطبعا الحشو بتاعنا المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش ليه حاجه عندنا. لو انتوا حابين بقى تعملوا شويه خلطه كده حراقه ونحشيها، حابين نعملها زي الكفته كده زي ما... يا لهوي يا دي حدوته. انا حاسس ان انا جعت وانا بكلمكم عن الطعميه، مش عارف ليه انا حاسس ان انا بعكسها بزياده. فانا كده خلصت الكميه اللي موجوده عندنا. اتفضل شويه بقى، حبيت اعمل زي بتوع الطعميه كده ايه واعمل كده بايد واحده كده عشان اوريكم بقى اللي انا متمكن وصنايعي وحركات. ايه رايكم في الحلاوه؟ سهله ولا صعبه؟ بسيطه ولا مش بسيطه؟ المكونات بتاعتها ما تتوهش. طبعا احنا كده محتاجين نجهز شويه عيش بلدي وشويه شرايح طماطم كده وخيار وشويه طحينه. هنحط كل ده. يا لهوي دي حدوته، انا النهارده جاي ادلعكم. ما تنسوش بقى تعملوا لي يا جماعه كده كومنت تقولوا لي ايه رايكم. بتعملوها كده في البيت؟ ما بتعملوش كده في البيت؟ طبعا التقديم مهم جدا، مش عشان احنا بقى عملنا الطعميه فنرمي بقى الطعميه كده على الفطار، لا. انا حطيت شرايح طماطم كده وحطيت الطعميه على الوش وحطيت في الاخر كده شويه طحينه، وعندي عيش بلدي كده حطيته على جنب. فطبعا بيقول لك ايه، العين بتاكل قبل البق. انا كده خلصت حلقه النهارده. يا رب اكون قدرت اقدم لكم حاجه تعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واكسبلور واعملوا لي كومنت، ولو انتوا بتتفرجوا على اليوتيوب اعملوا سبسكرايب. اشوفكم في حلقه جديده.